السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير حبايبي، الله يسعدكم دنيا وآخرة. أول شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. ثاني شيء يا أخي النوم مقطع ما أحبه والله العظيم. أول شيء عارف افتح عينك يشوف مدري وشو. ثاني شيء ساير وعبد الله. ثالث شيء أهلك، عاد أهلك لازم تقوم غاصب. حبايبي من زمان ما قلت لكم قصص. في قصة جميلة جدا أعجبتني بقولها لكم وإن شاء الله نفيد ونستفيد. تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله علماء المسلمين في أحد من البلدان، فعلماء المسلمين اختاروا أذكاهم عشان يرد عليه. حددوا لذاك اليوم موعد، مشت الأيام وجاء الموعد، تجمعوا المسلمين والملحدين. فالملحدين قالوا وين عالمكم تأخر خايف؟ قال له هرب عشان ما أثبت له إن ما في شيء اسمه الله. وهو قاعد يتكلم جاء العالم المسلم. المهم اعتذر العالم المسلم عن التأخير وقال لهم ما لقيت قارب يقطع فيني النهر عشان أجيكم، لأن بينه وبينهم نهر. فقال ما لقيت قارب عشان أجيكم. العالم المسلم وأنا واقف عند البحر ظهرت ألواح من الخشب فتجمعت بنظام حتى أصبحت قارب. ركبت الألواح الخشبية بعد ما تشكلت على أساس أنها قارب جيتكم. هلا والله، شكرا على مشاركتكم، شكرا. المهم يقول ركبت الألواح الخشبية وجيتكم. زين، انهب الملحد قال أنت مجنون، يعني كيف يتشكل ألواح خشبية أو سفينة أو قارب قدامك زين بدون ما أحد يصنعه؟ التفت له العالم المسلم وضحك. ضحك العالم المسلم وقال له يعني وأنت كيف تقول أن الكون ذا كله بدون إله؟ يعني إذا السفينة تشكلت قدامي بدون ما ألمسها ولا أحد يصنعها، هذا الكون تشكل بدون ناس. عشان كذا اخواني واخواتي العالم الملحدين فكرهم غلط، ان وجود الله حقيقة وفي نار وفي جنة. والله يجعلنا واياكم من اهل الجنة. قولوا آمين.